السلام عليكم. افكار وحيل في الفيديو ده هتفرق معاكي كتير. اي بقعه كده عايزه تطلعيها ومش عارفه تطلع معاكي بدون اي اضافات هنطلعها. اي قطع في اي ترنج مش هتخسري الترنج ابدا. وتعالي نشوف كده، لو عندك بنطلون جينز صغر على اولادك او بضايق عليهم هنعمل فيه ايه عشان تفضلي مستفاده منه وما تشتريش جديد. ولو عندك كده غيارات الداخليه بتاعت الاولاد القديمه مش عارفه تستفادي منها ازاي او تتخلصي منها ازاي، تعالي نستفاد منها استفاده حلوه جدا، حاجات ما تخطرش على بالك. ولو عندك كده اي وبر في الملابس، اسهل واسرع طريقه تتخلصي من الوبره دي. تعالي كده نبدا الفيديو ونقول بسم الله، ويلا اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات وكل الافكار، وخشي شوفي اللي فات. تعالي كده، لو عندك قطع في الترنج زي اللي انتي شفتيه كده، والترنج لو خيطتيه مش هينفع وهيبقى رديء طبعا وقيمته قلت لما هيتخيط كده والخياطه هتبان. فتعالي هنعمل فيه فكره حلوه جدا، انا كنت عاملها مع نفسي ولكن قلت اشارككم الفكره. هنجيب كده من عند القطع وهنقص، يعني طبعا الفكرة دي تنفع لو القطع جاي في الرجل من مسافة معقولة. هنقص كده زي ما شفتي من عند القطع، وهنشيل القطع خالص، احنا مش هنخيطه ولا هنعمل فيه اي حاجة. احنا شلنا القطع وهنتنيه تانية كده، ممكن تانية واحدة او تانيتين. هتجيبي ابرة كده وهتلضميها فردة واحدة عشان دي بتفرق كده في الخياطة. بتخليها مرنة مع الرجلين. ما تبقاش الخياطة ناشفة كده من عند الورك، يعني من عند رجلين الأطفال. تمام. ف هي فردة واحدة كده، وانتي تتني الرجل تانية واحدة أو تانيتين وهتخيطيه، وكده هتبقي استفدتي بالترنج ولا خيطتيه والخياطة بانت وبقت رديء. أو مثلا لو عندك القطع مش نافع يتخيط، فالفكرة دي حلوة جدا وهتبقي ما خسرتيش الترنج، وعملتيه شورت كده او حاجة بردك تبقى تجديد وتغيير، وكده تبقي وفرتي فلوس ترنج جديد. علشان خاطر الدنيا مش مستحملة. والتوفير يا جماعة مش في الأكل والشرب بس، الست الشاطرة كده تتعلم حاجات تعملها في بيتها لأولادها هتوفر معاها كتير جدا. تعالي نشوف كده بقى الفكرة التانية. لو عندك كده بقع صعبة ما بتطلعش، أنا حقيقي مش عارفة دي بقع ايه أصلا، يعني مكياج ألوان، أنا فجأة لقيت الكمين بايظين. فلما نضفت معايا في كم واحد، طبعا كنت هنستعوض ربنا في الترنج، ولكن اي بقعه عندك هتجيبي كده الصابونه بريحه بدون اي اضافات ولا الكوريكس الوان ولا معرفش ايه ولا اي حاجه. الصابونه بريحه اكتر حاجه تطلع البقع. وهتشوفي دلوقتي، انا مش هقص الفيديو، هوريكي، هسرعه بس علشان خاطر وقت الفيديو، ولكن هوريكي بنفسك ان هي هتطلع في ثواني. انا الكم التاني كان كله من اوله لاخره، وقلت خلاص الترنج راح مش مشكله. بس زي ما قلت لك الشاطره تتعلم كل حاجه علشان خاطر ايه، توفر وما تخسرش. ابهريهم كده، ابهريهم بكل حاجه انت بتعمليها. زي ما انت شايفه كده ادعكيها، يعني لو بقعه مكياج، بقعه الوان، بقعه اي حاجه ان شاء الله تطلع معاكي ببساطه. اي بقعه كده مستعصيه عليكي، الصابونه بريحه الصراحه افضل حاجه اي نوع. زي ما انتوا شايفين كده هي طلعت. لو ما كنتيش بقى لسه مشتركة في القناة وأول مرة تشوفيني، في أفكار كتير جدا على القناة دي هتفرق معاكي في الأكل وفي البيت وفي المطبخ وفي الشرب وفي الملابس. لكل ست بيت نفسها تبقى شاطرة كده وناصحة في بيتها، القناة دي هتفرق معاكي كتير. أتمنى تشتركي وتفعلي الجرس وتعملي لايك كده عشان اللايك بيرفع الفيديو ويوصل لغيرك ويستفاد منه. تعالي كده نشوف بقى، لو عندك بنطلون جينز خلاص صغر على الأولاد، بقى ضيق عليهم مثلا من عند الرجلين، إيه وبقى قصير، احنا هنستفاد منه زي ما انت شايفة كده. غالبا الاولاد لما بتكبر شويه بتفرد، يعني ممكن تلاقي البنطلون جاي على قده عادي جدا من فوق من الوسط ولكن خلاص قصر. فهنعمل ايه في الموقف ده؟ احنا مش هنرميه ولا هنركنه ولا هنشحته، احنا هنصلحه ونستفيد بيه. هنجيب كده شورت قديم عندك، وخدي مسافه كده صباعين زياده علشان خاطر الخياطه. بس لو عايزاه اطول، شوفي انت عايزاه اطول لحد قد ايه. انا عايزاه اطول مثلا من الشورت الاولاني اللي كان عندي صباعين كمان، فخدت صباعين في صباعين للخياطة، وهو ده بقى طوله. وكده عملتي شورت جديد. طبعا احنا في الصيف والاولاد بتحب تغير كتير، فكده استفدتي ان انت عملتي شورت جديد من غير ما تشتري، وفرتي فلوس الشراء. وهنعمله وهيبقى حلو جدا. طبعا ده لو هو جاي على على قده من فوق، لو مش على قده يبقى يروح لحد بقى يستفيد بيه افضل. بس الفكره دي حلوه، وممكن تعمليه متني لجوه وتعمليه خياطه زي الشورت الاولاني اللي انت شفتيه معايا. ممكن تعمليه متني كده لفوق، في شريطة كتير بتتباع كده بيبقى شكلها حلو اهو. ممكن خياطة زي دي بلون بني كده يمشي مع الخياطة اللي في البنطلون، وممكن خياطة متنية لفوق كده، انا بحب الخياطة اللي متنية لفوق كده تبقى شكلها حلو.
زي ما انتوا شايفين كده انا عملته. بتتنيه وبتدوسي عليه كده بالمكوه علشان خاطر تثبت معاكي، وبتخيطيه من الجنبين بس. بصي زي ما انت شايفه هو مفتوح عادي بس بنخيط من الجنبين بس. وانا عملته كده بالخرز، قولوا لي ده رايكم ايه في موضوع الخرز ده؟ الناحيه دي كده شكلها احلى ولا الناحيه دي اكملها؟ طبعا تديله كده اي شكل جمالي، لو هو مثلا بتاع بنات اي بادج كده تحطيه على السول، لو عايزه تسيبيه ساده زي ما هو مفيش مشكله، لو عايزه تعمليه منتش كده زي الشورت الاولاني اللي شفتيه معايا. قولوا لي بقى رايكم، وقولي لي اي فكره استفدتي منها في الفيديو، وقولي لي انت من اي بلد بتشوفيني. يعني بصوا انا حطيته لولي كده على اساس ايه، لو هو هيبقى بتاع بناتي يبقى على السول كده. انا بستفاد من كل البناطيل اللي بتبقى من فوق على مقاسهم ولكن قصرت بالطريقه دي، وبجد كده هتبقي وفرتي على نفسك كتير. تعالي بقى للشريطه بتاعت الاولاد القديمه، هنستفاد منها بقى استفاده حلوه جدا. هنمسكها كلها كده اللي خلاص مش هتتلبس تاني، وطبعا الحاجات دي ما بتتشحتش، فهي هنقطعها ونقصقصها كلها وناخد منها الحاجات اللي هنستفاد منها زي الاستك والحزد اللي بيبقى زي كده، برضو كل ده بنستفاد منه. ولكن اكتر حاجه الاساتك، هتجيبي كده الاساتك اللي هي مش متدككه، اللي هي لوحدها كده زي اللي انت شفتيه، وهنقصه عادي. لكن لو استك متدكك هنطلعه بمنتهى البساطه، وكده تبقي استفدتي منه. طبعا دي بالنسبه مثلا شريطه الاولاد اكتر. لكن حاجات بقى الداخلية بتاعت البنوتات الصغيرة اللي عندنا هنعمل منها أفكار جامدة جدا ما تتخيلوهاش. تابعوني وبجد يعني ايه هتنبهروا. أفكار حلوة جدا كده هتفرق معاكم، لأن طبعا الحاجات دي احنا مبنبقاش عارفين نوديها فين، وأمهات كتير ما بتحبش تنظف بالحاجات دي عشان بقى الطاقة السلبية وكده، مش عايزين إيه نقول حاجات تقليدية ان احنا نعملها حتت مطبخ وكده. لا مش هتكلم في القماش، هتكلم في الحاجات اللي هقدر اطلعها منها استفاد منها. النهارده كده عملنا الشريطه بتاعت الاولاد، في فيديو تاني نعمل بتاع البنات، وهتنبهروا من بتاع البنات ده، هتفرق معاكم جدا الافكار اللي هنعملها منه. تمام. تعالي كده بقى لو عندك اي ترنج فيه وبره، طبعا الحاجات دي بتبقى في الشتاء اكتر، ولكن برضك حبيت اقولها لكم للاستفاده. اكتر حاجه تطلع الوبره هي الشفره دي المفروده او المشرشره، مفيش مشكله، بس بتطلعها بسرعه جدا وبتخليها ترجع جديده. يعني انا الاضاءه بس ما كانتش مبينه الوبره كويس اللي في الترنج، لكن هتشوفوا دلوقتي الوبره لما تتلم. بصوا زي ما انتوا شايفين، وبترجعهولك جديد جدا. في ترنجات للاسف اول ما بتشتريها من اول لبسه بتلاقيها عملت كده، لان هي بتبقى القماشه بتاعتها كده. فبدل ما تخسري الترنج بردك ترجعي تظبطيه ويرجع زي ما كان جديد. بالنسبه بقى لموس الحلاقه العاديه اللي هي بيبقوا 3 مع بعض دي بتاعت الرجاله، دي ما بتديش نتيجه كويسه خالص، وبتاخدي وقت ومجهود كبير فيها مع بال ما بتعملي حاجه بسيطه. لكن دي سريعه جدا، اختي القروبه اللي قالت لي على الفكره دي، فالصراحة حلوة جدا واستفدت منها. أتمنى لو كنتوا استفدتوا من الفيديو ولو بفكرة واحدة، تعملوا لايك كده عشان يرفع الفيديو يوصل لغيرك، ممكن غيرك معلومة من الفيديو ده يستفاد منها. ولو ما كنتيش مشتركة اشتركي، وما تنسيش الأفكار الحلوة اللي عملناها من البناطيل اللي قصقصناها دي. الحاجات اللي قصقصناها نعملها أفكار جامدة جدا في فيديو تاني، احنا نستفاد من كل قصقصة في بيتنا، مش هنرمي حاجة. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.